صباح الفل. ناس كتيرة بتيجي تقولي انا بقدم السي في بقالي كتير قوي وما بلاقيش شغل. طيب، هل المشكلة في السي في ولا المشكلة في ازاي انا ببعت السي في او انا ببعت السي في على ايه اصلا؟ تمام. خلينا نقول ان التدوير على شغل مهم جدا ان انا يكون عندي بروفيشنال سي في، ومهم جدا ان انا اكون مركز في الكونتنت كاتبه ازاي وعارف كل حاجة مكانها فين ومرتبه ومنسقه، كل الدنيا دي تمام. بس نركن موضوع السي في ده خالص على جنب. تدوير على شغل عاوز بلان، مش اي اعلان ببعت عليه وخلاص طالما التايتل مناسب معايا. لا، في حاجة اسمها requirements او متطلبات الوظيفة. هل هي بتطابق او بتناسب خبراتي او انا بناسب الريكويرمنت دي ولا لا؟ هل الديسكريبشن او الوصف الوظيفي اللي موجود في الاعلان ده انا بعرف اعمله ومكتوب صح في السي في ولا لا؟ طب هل انا مناسب للوظيفة دي من حيث السن، اللوكيشن، الباك جراوند ولا لا؟ انا ممكن اكون شغال مثلا محاسب عملاء في مصنع، وفي شركة ريتيل مثلا طالبة برضو محاسب عملاء. تمام. فالفيلد مختلف، ممكن تكون متطلبات الشركة دي هي عايزة حد شغال في حسابات العملاء في مصنع، او حسابات العملاء مثلا في حاجة قريبة من البيزنس كاتيجوري الخاص بيها. فهما ما ياخدوش السي في عشان كده، مش عشان خاطر ان مثلا السي في فيه مشكلة او كلام من ده. مش معنى كده برضو ان انا مبعتش السي في، لا، ممكن برضو يصادف الدنيا وتمشي، ولكن كل ما كان الوظيفة اللي انا بقدم عليها اقرب للخبرات بتاعتي، اقرب لامكانياتي، كل ما كانت فرصة الحصول على الوظيفة دي كانت افضل. فانا محتاج ان انا اعمل تارجت وارتب، وكمان مش بس كده، انا بختار الوقت اللي انا بدور فيه على شغل. دور على شغل في اي وقت في السنة، ابعت السي في بتاعك، اسعى، دي حاجة مفيهاش مشكلة خالص. ولكن دايما بيكون في اخر السنة واول السنة في حاجة اسمها مان باور، احنا كهيومن ريسورس بنعملها. بنعمل خطة قوى عاملة. فالفكرة ان احنا بيكون عندنا في اخر السنة واول السنة الجديدة مان باور، بيكون في اوبننجز جديدة، بيكون في كونتراكتس رينيوال، فبنجدد عقود للناس. فممكن في يحصل تجديد او ما يحصلش، فنحتاج ريبليسمنت او نيو هاير، نحتاج ناس جديدة او ناس مكان الناس الموجودة حاليا، مثلا لو البرفورمانس او الاداء بتاعها مش بناخد منهم النتيجة المطلوبة. تمام. فعشان كده موضوع ان احنا يعني نتارجت الوقت المناسب للتدوير على شغل حاجة برضو ما تقلش أهمية عن عموما طريقة التدوير عاملة ازاي وامتى وفين. كل دي نقط مهمة جدا اخد بالي منها وانا بدور على شغل. انا بس مش برمي السي في، لا، انا بشوف فعلا الوظيفة تناسبني، الاندستري بتناسبني، اللوكيشن بيناسبني، طبيعة العمل نفسها بتناسبني او لا. فعشان كده كل ما كانت التارجت اضيق الدنيا بتبقى اصعب في ان انا الاقي حاجة مناسبة، ولكن كل ما كانت النتيجة احسن وافضل. شكرا، يومكم حلو، باي.